تخيل معايا كده لو جبنا حاجتين مستحيل يندمجوا مع بعض زي الزيت والمية، زي المغناطيس الموجب أو المغناطيس الموجب اللي زيه، زي واحد جعان كده وترندات الدايت، تحطهم على بعض أكيد هتحصل كارثة. طب لو جربنا نفس التجربة دي على بني آدمين؟ انت بيتعمل لك عمليه بسطره، عارف عمليه البسطره اللي بيعملوها للبن؟ وكنت هموت. جو حراره عاليه جدا. ده عبد الله طارق، مصري، اللي هو أنا بالمناسبة. بتهيالي انا مهما وصفت احساسي في البلد دي عمري ما اقدر اوصف الاحساس اللي انا حاسه دلوقتي. شخصية مرحة، كهربا جواك. بتحب الهزار، القلش، الضحك من غير سبب، مش قلة أدب لأ. God. How I found him, huh? انجربج. Garbage. والأهم إنه بيحب ينكش أي حد حتى لو ما يعرفهوش، وده طبيعي علشان إحنا المصريين كلنا متربيين على إننا عيلة واحدة. ميزيز. المهم دلوقتي خدنا عبد الله ده وما حطيناهوش في الزيت ولا المية، حطيناه في التلج، تلج روسيا يا صديقي. قررت اعمل زي ما الملك رمسيس عمل، اغير مكاني ويمكن صحتي تتعدل. انت كهربا جواك. الناس هنا عشان تتدفى بتخش جوه التلاجة. وسط شعب محترم عريق قوي وجميل، ولكن شعب عنده قدرة خارقة إنه ما يضحكش أو يبتسم حتى لو اتزحلقت قدامه بقشرة موز. خرشو want to eat محشي right now. وهنا بقى السؤال، لما تحط مصري في مجتمع ما بيبتسمش إيه اللي ممكن يحصل؟ Welcome to Russia! وعشان كده أنا ابتديت السلسلة دي واللي اسمها هجرب وأقولك. دي هتبقى مجرد تجارب من اختيار الجمهور. انا تايه يا جدعان. تخيلوا ان انا تهت في مكان كله دبابات شجر. يا رب. واللي هيكتبوها لي في الكومنتات واللي عن طريقها هختار التجربة اللي المفروض هتتعمل في المرة الجاية. أما الفيديو ده فهو عن روسيا. تجربة 30 يوم في روسيا. خلينا نشوف باقي الفيديوهات، ولكن محتاج تشجيعكم في الأول، فعشان كده أنا طالب منكم إن انتوا تتابعوني على القناة دي أو القناة دي أو القناة دي أو هنا أو هنا أو هنا أو هنا. لا يا صديقي بهزر معاك طبعا، المهم تتابعني من هنا، مش هتفرق، المهم إن انت تتابعني. وأتمنى إن التجارب اللي هعملها تعجبكم أو حتى ما تعجبكوش. المهم إن إحنا كلنا مختلفين ولكن عندنا هدف واحد، وهو إن إحنا ما نكشرش يا صديقي. هي كده كده أيام معدودة وعايشينها في الدنيا، فاللي تكشر اضحك يا صاحبي. الساعة الحادية والعشرون دقيقة. فكل اللي طالبه منكم إن انتوا تشجعوني إن أنا أبدأ المحتوى ده، لأن أنا بادئ محتوى من 2009 وجربت كل حاجة تقريبا، لكن ما لقيتش نفسي غير وأنا مسافر، غير وأنا أو الدور، أو زي ما تقولوا كده عبد الله أو الدور، هو الأول دور كده. يلا سلام.